كم مرة وقفت أو وقفتي قدام المراية وبصيت لشكلك ولقيت نفسك مش راضي عن شكلك؟ كم مرة وقفتي وبصيتي على جسمك وقلتي إن انتي جسمك مش حلو؟ كم مرة وقفتي شفتي ملامحك أو شفت ملامحك وشايف إن انت مش جميل أو مش جميلة؟ كم مرة وصلت لمراحل كبيرة من الاكتئاب والحزن بسبب الظروف بتاعتك اللي انت محطوط فيها وإن انت مش متقبلها أساساً؟ في الوقت ده احنا بقينا محاطين بمعايير كتير قوي محطوطة للجمال، للمكانة الاجتماعية، للنجاح، وانا مش فاهمة المعايير دي لما اتحطت على اساس ايه؟ وطبعا احنا بنشوف شخصيات كتير قوي على السوشيال ميديا دايما بتخلينا حاسين ان احنا اقل، ان احنا مش كفاية، ان احنا مش كويسين، مش عارفين نوصل لحاجة ترضينا. دايما بنشوف حاجات اعلى كتير من امكانياتنا وشايفين ان احنا ليه ما بنوصلش لده، احنا ليه مش في المكان ده. طب خليني اقول لكم حاجه، تقبلك لنفسك هو مفتاح السعاده والراحه النفسيه. طول ما انت متقبل نفسك ومتقبل حياتك، متقبل كل الظروف اللي انت فيها، دايما هتحس ان انت مرتاح. وتقبلك لنفسك ده معناه انك تكون راضي عن حياتك ككل، شكلك، العيوب اللي فيك، الدنيا اللي انت محطوط فيها، بس مش معناه ان انت تقف في مكانك ما تتحركش لقدام. انت متقبل نفسك، فطول ما انت متقبل نفسك فانت عايز تبقى احسن، عايز تبقى اعلى في المكانه، عايز تبقى مستمر ان انت تكون انسان منتج، انسان بتتعلم، انسان عايز تطور من نفسك. لان خلينا متفقين ان التطوير بيحصل لما تحب نفسك في الاول. كل واحد فينا جواه حاجه مميز بيها، جواه حاجه كويسه، لازم نشوف احنا مميزين في ايه ونبدا نطور ده. لازم نشوف احنا بنعرف نعمل ايه حلو قوي ونبدا نطوره. فركز على مميزاتك بدل ما انت بتركز على الناس اللي حواليك. اسأل نفسك ايه اللي بيخليك مميز، ايه اللي انا اقدر اعمله علشان ابقى احسن، وابدأ حب التفاصيل الصغيرة قوي اللي في شكلك وفي شخصيتك. وتقبل جسمك او جسمك ده معناه انك بتشيل نفسك من الضغوط الكتير اللي انت بتحط نفسك تحتيها، علشان انت شايف ان الصورة الجمالية هي الصورة دي اللي المجتمع فرضها عليك، اللي الناس حطوها لك، ان لازم البنت تكون بيضة وبتنور وشعرها اصفر، والراجل لازم يكون فت وعضلات. كل واحد جميل باللي فيه، كل واحد ربنا خلقه في احسن صورة، انت جميل كما انت. وبعدين عمرك ما فكرت تشوف او عمرك ما فكرت تشوفي هما مين اصلا اللي عملوا معايير الجمال دي؟ ما هم زيهم زينا، ما هم بشر. هم عملوا معايير الجمال دول على اي اساس؟ كل واحد وشاف ان الجمال في شكل معين، كل واحد بيشوف الجمال بطريقته، كل واحد جواه حاجه كويسه وكل واحد تاني جواه حاجه بتقوله ان هو احسن حد في الدنيا. بس احنا محتاجين ان احنا نشتغل على نفسنا ونطور نفسنا شويه، مش اكتر. فلازم نكون عارفين ان مفيش حد كامل، مفيش حد عنده كل حاجه حلوه. البقع، الحبوب، الستريتش ماركس البنات بتتضايق منها، كل الحاجات دي ده طبيعية لازم تكون موجودة عند الإنسان. دي حاجات عادية جدا، مفيش حد بيرفكت من جميع النواحي. جسمك ما تحاولش ان انت تبقى شايف حد، لا انا عايز ابقى الشكل ده، انا عايز ابقى الشخص ده، انا عايز ابقى كذا. مين اللي حط معايير الجمال دي؟ خليك حب نفسك، حب حياتك، حب روحك، هتلاقي نفسك بقيت احسن، هتلاقي نفسك بقيت مرتاح. واخيرا هقولها تاني، تقبل نفسك كما انت. ولو في حاجه مش عاجباك في حياتك ابدا حط خطه للتغيير، وابدا قسم الخطه دي لشويه اهداف صغيره وامشي عليها عشان تحقق اللي انت محتاجه. بس ما تنساش في الوقت ده ان انت تبقى حابب نفسك وحابب ان انت توصل تبقى احسن، لكن ما تخليش احساسك بعدم الرضا يوقف لك حياتك. عيش حياتك وحب نفسك علشان توصل للي انت عايزه. وفي النهايه أنت جميل كما أنت، حب نفسك زي ما هي وما تخليش أي حد يهز ثقتك في نفسك. سلام.